اهلا بيكم ستة ابتدائي، ومعانا النهاردة فيديو ال50 سؤال على تاني درس عندنا في الوحدة التالتة بعنوان الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي. وبعد ما نحل مع بعض سؤال هتلاقيني سايب لك لينك الملزمة دي تحت الفيديو على طول علشان تحملها وتطبعها وتذاكر فيها براحتك، وكمان هتلاقيني سايب لك لينك للواجب برضو تحت الفيديو. ويلا بينا نشوف الأسئلة بتاعتنا بتقول ايه. أول سؤال عندنا سؤال خريطة وبيقول لي رقم 1: أولى الدول العربية في تربية الإبل. من غير حتى ما ابص على رقم 1 على الخريطة، من رقم 1 في الإبل أقول له الصومال، وفعلا هو معلم لي على دولة الصومال. طب رقم 2: أولى الدول العربية في تربية الجاموس. مين اللي بتربي جاموس ورقم 1 في تربية الجاموس؟ أقول له بلدنا مصر. فعلا رقم 2 أهي دي مصر، لأن 85% من الجاموس اللي موجود في الوطن العربي بيتربى عندنا في بلدنا مصر. يبقى الصومال رقم 1 في الإبل، ومصر رقم 1 في الجاموس. أي حيوانات تانية تبقى السودان. علشان كده رقم 3 بيقول لي أولى الدول في تربية الأبقار. أقول له من غير ما أبص أي حاجة غير الإبل والجاموس تبقى السودان على طول، وفعلا رقم 3 معلم لي على دولة السودان. طب رقم 4: أولى الدول العربية في صيد الأسماك من المصايد مش من المزارع. أقول له المغرب، لأن رقم 4 معلم لي على المغرب، وأنا عارف إن رقم 1 في إنتاج السمك من المصايد المغرب. طب مين المزارع؟ أقول له بلدنا مصر. طيب بالنسبة لتاني سؤال عندنا سؤال أكمل وبيقول لي رقم 1: أولى الدول العربية في تربية الجاموس. ما احنا لسه حلينها مصر. طيب رقم 2: أولى الدول العربية في تربية الإبل. برضه حلينها في الخريطة اللي هي الصومال. طيب أي حيوانات بعد كده هتبقى إيه؟ هتبقى السودان. يعني رقم 3 لما يقول لي أكبر الدول العربية في تربية الأغنام، أقول له السودان. طب الماعز السودان. طب الأبقار السودان. أي حيوانات غير الجاموس والإبل تبقى السودان على طول. طب رقم 4: توفر لنا الأبقار والجاموس البروتين إيه؟ البروتين اللي احنا بناخده من اللحمة بتاعة الأبقار والجاموس اسمه البروتين إيه؟ أقول له اسمه البروتين الحيواني. طب رقم 5: تساهم الثروة السمكية في وطننا العربي في سد العجز من ايه؟ احنا بنهتم بالثروة السمكية علشان نعوض العجز من ايه؟ اقول له علشان نعوض العجز من البروتين الحيواني لانه قليل، لان انتاج اللحوم عندنا في الوطن العربي لا يكفي السكان. طب رقم 6: تستخدم بعض الحيوانات بالريف في النقل واعمال ايه؟ اقول له وفي اعمال الحقل. بعض الحيوانات بنستخدمها في النقل، وكمان ساعات بنستخدمها في الحقل يعني في الارض بتاعتنا. طيب رقم 7: مصر اكبر الدول العربية في انتاج الاسماك من ايه؟ اقول له على طول من المزارع السمكية. مصر رقم 1 في إنتاج الأسماك من المزارع السمكية، أما رقم 1 في إنتاج الأسماك من المصايد أقول له المغرب. طب رقم 8: تنمي الدول العربية الثروة السمكية عن طريق التوسع في مشروعات إيه؟ الدول العربية الوقت بتحاول تزود الثروة السمكية عن طريق إنها بتزود مشروعات إيه؟ أقول له مشروعات الاستزراع السمكي، إنها بدأت تعمل مزارع سمكية كتير وبالتالي بدأت تزود الثروة السمكية، يبقى عن طريق التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي. أما عن آخر سؤال عندي في أكمل بيقول لي تعتمد دولة المغرب في إنتاج الأسماك على البحر نقط والمحيط نقط. أقول له على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. دولة المغرب بتمتلك سواحل طويلة على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، وبالتالي هي كده رقم 1 في إنتاج السمك من المصايد مش المزارع. طيب تالت سؤال عندنا سؤال صح وغلط وبيقول لي رقم 1: تتنوع الثروة الحيوانية في وطننا العربي. أقول له على طول صح. احنا عندنا حيوانات كتير جدا، عندنا جاموس وعندنا إبل وعندنا أغنام وعندنا ماعز وعندنا أبقار، عندنا حيوانات كتيرة جدا، يبقى الثروة الحيوانية عندنا في الوطن العربي متنوعة. طيب رقم 2: تنتشر تربية الجاموس في المناطق الصحراوية بمصر. أقول له غلط. مصر رقم 1 في تربية الجاموس علشان عندنا بيئة زراعية فيضية، وده مناسب جدا للجاموس. الجاموس مش بيتربى في الصحراء، بيتربى في البيئة الزراعية الفيضية، يعني لازم يبقى جنب أنهار. طب رقم 3: تستخدم بعض الحيوانات في وطننا العربي في أعمال الحقل والنقل. أقول له صح. طب رقم 4: تكفي اللحوم الحمراء حاجة السكان في وطننا العربي. أقول له غلط، لا تكفي. علشان كده الدول العربية بتهتم بتربية الدواجن والثروة السمكية، لأن لو اللحوم الحمراء بتكفي حاجة السكان ما كانتش الدول العربية لا تهتم بتربية الدواجن ولا بالثروة السمكية ما دام اللحمة مكفية. لا، أقول له لا تكفي اللحوم الحمراء حاجة السكان في الوطن العربي.
طب بالنسبة للسؤال رقم 5 عندي بيقول لي يؤدي التغير المناخي إلى تناقص أعداد الحيوانات بالوطن العربي؟ أقول له صح. التغير المناخي إزاي؟ قال لك التغير المناخي ده بيصاحبه قلة الأمطار وانتشار الجفاف والتصحر، ولما ينتشر كل الكلام ده وبالتالي هيموت عدد كبير من الحيوانات، يبقى التغير المناخي بيؤدي إلى تناقص أعداد الحيوانات. أقول له صح. طب رقم 6 ترتبط الصناعة في وطننا العربي بالثروة الحيوانية؟ أقول له صح. الثروة الحيوانية بتوفر لي شوية حاجات مهمة للصناعة زي الجلود واللحوم والألبان. الثلاث حاجات دول اسمهم مواد خام حيوانية، لازم تخش في الصناعة علشان تتحول لحاجة تانية، يبقى الصناعة مرتبطة بالثروة الحيوانية. طب رقم 7 تساهم الثروة السمكية في سد العجز من البروتين الحيواني؟ أقول له صح. الثروة السمكية هي اللي بتعوض لي العجز في البروتين الحيواني، لأن اللحوم الحمراء مش بتكفي سكان الوطن العربي، وبالتالي اللي بتعوض العجز ده الثروة السمكية. طب رقم 8 تهتم الدول العربية بتربية الدواجن لسد العجز من اللحوم الحمراء؟ أقول له صح. طب رقم 9 الصيد الجائر من المشكلات التي تواجه الثروة السمكية في الوطن العربي؟ أقول له صح. من ضمن المشكلات اللي بتواجه الثروة السمكية الصيد الجائر للأسماك، وكمان تلوث المياه، وكمان التغير المناخي، كل دي مشاكل بتواجه الثروة السمكية. طب رقم 10 أنشأت الدولة مزرعة للإنتاج الحيواني غرب الإسكندرية؟ أقول له غلط، ده كانت غرب المنيا، والمزرعة دي كانت معمولة لتربية سلالات من الجاموس عالية الإنتاج، مش غرب الإسكندرية. طيب رقم 11 بيقول لي تقوم الدول العربية بتدريب الصيادين على أساليب الصيد الحديثة الوقتي؟ أقول له صح. طيب رابع سؤال عندنا سؤال اختياري وبيقول لي رقم 1 المغرب أولى الدول العربية في تربية إيه؟ هل في الجاموس؟ لا مصر. الأغنام؟ أقول له لا السودان. طب الإبل؟ أقول له الصومال. طب الدواجن؟ هي الدواجن. طب رقم 2 تشغل المراعي الطبيعية في الوطن العربي نحو قد إيه من مساحتها؟ أقول له تلت المساحة على طول. طب رقم 3 أولى الدول العربية في تربية الماعز هي إيه؟ قلت لك ما دام مش جاموس ولا إبل يبقى على طول السودان من غير ما تفكر. أي حيوانات غير الإبل والجاموس يبقى على طول السودان. برضو عندي رقم 4 بيقول لي أولى الدول العربية في تربية الأبقار؟ أقول له برضو السودان. طب رقم 5 أكبر الدول العربية إنتاجا للأسماك من المزارع السمكية؟ أقول له بلدنا مصر طبعا. طب المصايد؟ أقول له المغرب. طب رقم 6 تعد مصر أولى الدول العربية في تربية الجاموس بسبب توافر إيه؟ إيه اللي خلى مصر رقم 1 في تربية الجاموس؟ هل بسبب المراعي الطبيعية اللي عندنا؟ لا. المناخ الحار؟ برضه لا. السهول الفيضية؟ هي السهول الفيضية، لأن الجاموس بيحتاج البيئة الزراعية الفيضية المناسبة لتربية الجاموس. طب رقم 7 أقامت مصر مشروع المليون رأس ماشية في محافظة إيه؟ مصر عملت مشروع اسمه مشروع المليون رأس ماشية في محافظة إيه؟ أقول له في محافظة البحيرة. طب رقم 8 أي من المواد الخام التالية توفرها الثروة الحيوانية؟ احنا عندنا الحيوانات بتديني ايه؟ لحوم وجلود وألبان. طب بص في الاختياري عند الجلود اهي، يبقى اختارها على طول. طب يلا بينا نخش على خامس سؤال عندنا وبيقول لي أجب عما يأتي. أول سؤال بيقول لي بما تفسر أهمية الثروة الحيوانية في وطننا العربي؟ أي درس هناخده لازم تعرف أهمية الدرس ده، يعني في الزراعة قلت لك أهمية الزراعة ولازم تحفظها، في درسنا النهاردة لازم تعرف لي أهمية الثروة الحيوانية. أول حاجة بتوفر البروتين الحيواني، تاني حاجة بتوفر المواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة، تالت حاجة تستخدم بعض الحيوانات في أعمال الحقل والنقل. تاني بتوفر لي البروتين الحيواني، بتوفر لي المواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة، وبعض الحيوانات بتستخدم في أعمال الحقل والنقل. طب رقم 2 بما تفسر تركز تربية الجاموس في مصر؟ اشمعنى مصر هي رقم 1 في تربية الجاموس؟ أقول له بسبب وجود البيئة الزراعية الفيضية المناسبة لتربية الجاموس. بسبب إيه؟ بسبب وجود البيئة الزراعية الفيضية المناسبة لتربية الجاموس. طب رقم 3 بما تفسر تهتم الدول العربية بتربية الدواجن؟ ليه الدول العربية بتهتم إنها تربي دواجن؟ أقول له لسد العجز من اللحوم الحمراء. ليه؟ لسد العجز من اللحوم الحمراء. طب رقم 4 بيقول لي بما تفسر اهتمام الدول العربية بالثروة السمكية بقى؟ أقول له لسد العجز بقى بس من البروتين الحيواني كله، يبقى لسد العجز من البروتين الحيواني. يبقى تاني ليه بنربي دواجن؟ لسد العجز من اللحوم الحمراء. طب ليه بنهتم بالثروة السمكية؟ لسد العجز من البروتين الحيواني كلاته. طب رقم 5 بما تفسر ليه المغرب أولى الدول العربية إنتاجا للأسماك من المصايد؟ أقول له بسبب طول سواحلها على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، علشان عندها سواحل طويلة جدا على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي وبتصطاد منهم، وبالتالي هي رقم 1 في إنتاج الأسماك من المصايد. السؤال ده مهم جدا على فكرة. طب رقم 6 ما العلاقة بين التغيرات المناخية والثروة الحيوانية؟ يعني ايه؟ يعني هو في علاقه؟ التغيرات المناخيه دي من اهم المشاكل اللي بتواجه الثروه الحيوانيه. ليه؟ لان بيصاحب التغير المناخي قله الامطار وانتشار الجفاف والتصحر، وبالتالي موت عدد كبير من الحيوانات.
يبقى في علاقة ولا مفيش؟ في. يبقى تاني، بيصاحب التغيرات المناخية ايه؟ قلة الامطار وانتشار الجفاف والتصحر، وبالتالي موت عدد كبير من الحيوانات. طب رقم 7، ما العلاقة برضو بين التغيرات المناخية والثروة السمكية؟ هو في علاقة؟ ايوه، الثروة السمكية من اهم المشكلات اللي بتقابلها التغيرات المناخية برضو. ليه؟ قال لك لان التغير المناخي يصاحبه ارتفاع درجة حرارة المسطحات المائية، وكمان نقص الاكسجين اللي في المية بيقل، وبالتالي موت اعداد كبيرة من الاسماك والكائنات البحرية كمان. طيب يبقى انا عندي علاقة بين التغير المناخي والثروة الحيوانية والتغير المناخي والثروة السمكية. طب رقم 8 بيقول لي اذكر 2 من المشكلات اللي بتواجه الثروة السمكية في وطننا العربي. ما انت لسه قايل التغير المناخي كده كده موجود معايا، يبقى التغير المناخي رقم 1. تاني حاجة تلوث المياه، المياه ملوثة عندنا في الوطن العربي. تالت حاجة استخدام وسائل صيد بدائية. رابع حاجة الصيد الجائر للأسماك. طب اخر سؤال عندي بيقول لي اذكر 2 من المشكلات التي تواجه الثروه الحيوانيه في وطننا العربي. اقول له برضو اول مشكله التغير المناخي، تاني مشكله فقر المراعي، تالت حاجه قله الاعلاف، اخر حاجه الرعي الجائر للحيوانات. وبكده نكون خلصنا اسئلتنا على تاني درس عندنا في الوحده الثالثه. ما تنساش تنزل تحت الفيديو علشان تحمل الاسئله وتحل كمان الواجب. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحاته.